السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي الاقتصاد نعمة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج الوجبة الغذائية المتكاملة. طبعا المفروض إن احنا نهتم بأطفالنا ونهتم بنفسنا، وكل وجبة غذائية، وجبة فطور، وجبة غذاء، وجبة عشاء، لازم نتناول الوجبة تكون متكاملة العناصر الغذائية. طبعا تكون متكاملة العناصر الغذائية، يعني يكون فيها أطعمة البناء زي اللحوم والأسماك والفول والعدس اللي هي المواد البروتينية، وأطعمة الطاقة اللي هي الكربوهيدرات والمواد الدهنية زي العسل والمربى والخبز والأرز والبطاطا والمكرونة. ونمرة 3 طبعا أطعمة الوقاية من الأمراض اللي هي مجموعة الفيتامينات والأملاح المعدنية، وموجودة في العسل الأسود والكبدة والفواكه والليمون طبعا والفاكهة عامة. فالنهاردة هننفذ وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية، وجبة عشاء. هنعمل مع بعض هنقدم أو هنتعشى مع بعض. ده جبنة دوبل عاملاها أنا في البيت، إن شاء الله بقول لكم الطريقة إيه اللي أنا إزاي أنا عملتها. وديت مربى برتقان بطعم المشمش، عملتها ازاي؟ انا اللي عاملاها برضو في البيت، وكنت مخزناها في الفريزر. ان شاء الله هقول لكم الطريقه بتاعتها ازاي. وطبعا الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي هي السلطه، ممكن خيار، ممكن بقدونس، جرجير، جزر. وطبعا عندنا الخبز، والمادة اللي هي البروتينية اللي هي البيض. طبعا ديت وجبة عشاء، هتعشى انا والحاج ان شاء الله. فعاملة بيضتين. البيضتين طبعا البيض بيبقى فيه ريحة الزفارة، فلازم انا بضيع ريحة الزفارة، بضيعه بالفلفل الاسود، وبحط الملح طبعا للتحديد. وعشان ازود القيمة الغذائية عندي معلقتين لبن هحطهم على البيض. ما عنديش مش مشكلة، ولكن ده علشان ازود القيمة الغذائية. بضرب البيض مع اللبن، وبعد كده ان شاء الله نروح على البوتاجاز نشوف هنقليه ازاي. عشان اتكلم بولع البوتاجاز علشان اقلي البيض، واحط الطاسة على النار. بعد كده بحط المادة الدهنية، وانا طبعا بفضل المادة الدهنية بحط قليل من السمن البلدي. طبعا اي مادة دهنية احطها عادي، يعني اللي ما بيحبش السمنة وبيحب الزيت، بيحب السمنة اللي هي العادية، يحط اي حاجة براحته. بس انا بالرغم ان السمنة البلدي انها غالية، سعرها غالي، بس انا بالنسبة لي رخيصة جدا، لان اي مواد دهنية بحطها ممكن اخد معلقة كبيرة علشان انفذ الصنف. ولكن المادة الدهنية السمنة الفلاحي بحط قليل من السمن الفلاحي، طبعا الريحة والطعم بيكون جميل جدا. بعد كده احط البيض على النار، وكده بقلي البيض، واكون وجبة العشاء متكاملة العناصر الغذائية. وطبعا يا جماعة مش انا بتكلم عن الوجبة الغذائية المتكاملة تكون وجبة الغداء بس، او وجبة العشاء بس، او وجبة الفطور بس، لا. المفروض الوجبة الغذائية المتكاملة بتكون في جميع الوجبة الغذائية اللي انا بتناولها في اليوم، يعني فطار، غدا، عشاء. طبعا كده علشان احافظ على صحة اولادي وصحتي. طبعا الجسم السليم في تناول الوجبة الغذائية المتكاملة. كده قليت البيضة اهي زي ما احنا شايفين، ما شاء الله دول بيضتين بس يدوا كأنهم 3 بيضات 4 بيضات.
وهحط في الطبق مع التقديم ان انا زودت اللبن، وفي نفس الوقت زودت القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت المقدار عندي زاد. وكده نحطها مع الوجبة، نشوف هنقدمها ازاي. كده بتكون الوجبة العشاء متكاملة. عندي بيض، مواد بروتينية، والجبنة والمربى والفيتامينات والأملاح المعدنية، وطبعا الكربوهيدرات في العيش. وكده بالهنا والشفا على اللي ياكل. اتفضلوا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.